السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا اخواتي عاملين؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده انا جايب لك اهم حاجة لازم تاخدها معاك في شنطتك وانت رايح الكلية، الا وهي كورس الميديكال ترمينولوجي. مبدئيا كده الكورس ده مفيد لمين؟ لاي حد داخل المجال الطبي، سواء كليه او سواء معهد طب بشري، طب اسنان، صيدله، تمريض، علاج طبيعي، علوم طبيه بيطري، او معاهد تمريضيه. تاني حاجه لو انت خايف من الدراسه لازم تاخد الكورس ده، وانا هقول لك ليه لازم تاخد الكورس ده. مبدئيا كده انت عندك اشكاليه خطا ان المصطلحات الطبيه بيكون عددها كبير جدا جدا جدا، يفوق الاف الالاف من المصطلحات الطبيه. وكلامك صح. طيب يا محمد انت كده بتخوفنا اكتر، طيب ولا لا؟ انا هقول لك دي الطريقه الغلط اللي انت تتعامل بيها مع المصطلحات الطبيه، انك تتعامل مع كل مصطلح على حده، بينما الطريقه الصح اللي الحمد لله اشتغلنا بيها في الكورس ده هي عباره عن انك انت المفروض تبص للمصطلح بطريقه تانية. انت لما تقابل مصطلح طبي قدامك لازم تمسك المصطلح ده تفصصه. يعني ايه؟ يعني تعمل له حاجه اسمها اناليسيز. وعشان خاطر افيدك اكتر فانا هعمل لك اناليسيز لاناليسيز نفسها. كلمه اناليسيز اصلا بتتكون من جزئين، انا زائد لايسيس. انا معناها ابارت بالانجليزي، وبالعربي معناها منفصل. لايسيس معناها تحليل او تكسير او هضم، بالانجليزي معناها بريك داون او ديجراديشن او سيبريشن. فلما نيجي نترجم المصطلح مع بعضه بنترجم من ورا لقدام، فبالتالي هنترجم لايسيس الاول بالعربي معناها تحليل او تكسير، انا معناها منفصل. فلما نيجي نجمع الكلمتين على بعض يبقى معناها تحليل لاجزاء منفصله، اللي هو من الاخر المعنى اللي انت عارفه ان اناليسيس معناها تحليل. ده عامه اللي بنعمله مع اي مصطلح موجود عندنا في الميديكال ترمينولوجي. قبل ما تاخد معانا كورس ميديكال ترمينولوجي لازم تفهم ان اي مصطلح طبي بيتكون من 3 اجزاء. الجزء الاولاني هو البريفكس، وده البدايه اللي عليه من شويه. ثاني جزء الروت، وده اللي بيتكلم عن العضو او ايا كان حاجه بنتكلم عنها في جسم الانسان. ثالث حاجه هي السفكس، ودي اللاحقه اللي هي بتلحق الاسم اللي قدامها او بتلحق الكلمه اللي قدامها، عشان كده سميت باللاحقه. اي مصطلح عندك مش هيخرج بره ال3 حاجات دول. اول ما تبص للمصطلح تبدا تحلله، زي مثلا كلمه جاسترالجيا. جاستر معناها معده، والجيا معناها بين، واحنا بنترجم من ورا لقدام فتبقى معناها الم في المعده. كذلك لو قلنا هيباتيتس هنقسمها برضو لجزئين، اول حاجه هيبت وتاني حاجه ايتس. ايتس دي معناها انفلاميشن اللي هو التهاب، وهيبت دي معناها كبد. فلما نيجي نجمع المصطلح على بعضه يبقى التهاب الكبد. وعشان خاطر اكيد لك ان المصطلحات كتير، عشان خاطر احنا بس بنعمل ميكسات مش اكتر، هنجمع ميكس من الكلمتين اللي لسه قايلينهم من شويه، وهو جاسترايتس. جاستر قلنا في الاول ان هي معده، ايتس قلنا في تاني كلمه ان هي معناها التهاب، فتبقى جاسترايتس معناها التهاب في المعده. اول محاضره عندك ان شاء الله هتكون انترودكشن بسيطه لكورس الميديكال ترمينولوجي، يعني ايه ميديكال ترمينولوجي وليه عملناها اصلا، وهنتكلم فيها شويه حاجات عن مكوناتها برضو بس باستفاضه شويه. وبعد كده هناخد ان شاء الله شويه بريفكسز محترمين في نفس المحاضره. بعد كده نكمل البريفكسز في المحاضره الثانيه، ثم محاضره كامله عن السفكسز، وبعد كده 3 محاضرات عن الروتس. هيخلص معاك الكورس في 6 محاضرات. وبالنسبه لمحتوى الكورس هينزل لك محاضره شرح وملف المحاضره المشروحه منه اللي انت المفروض تذاكر منه. ثالث حاجه امتحان على كل محاضره بعد ما تخلصها باذن الله تعالى وتذاكرها. بالنسبه لميعاد المحاضرات هتكون كل سبت وثلاث الساعه 8 مساء باذن الله تعالى بتوقيت مصر. طيب ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك ان انت تجيب بس معاك سكتش، مش مهم يكون جديد، اي سكتش عندك، ومعاك قلم احمر وازرق واخضر وقلم رصاص ومسطره واستيكه. قلم رصاص واستيكه ومسطره عشان خاطر تسطر بيهم. وبالنسبه للقلم الجاف ده ان شاء الله عشان خاطر بس تسهل المذاكره بتاعتك، ان انت تكتب كل مجموعه من اللي هنشرحهم باذن الله في المحاضرات بلون، عشان خاطر يبقى اسهل بالنسبه لك ان انت تفتكرهم، واسهل بالنسبه لك ان انت تطلع كل مصطلح من غير ما تقعد تدور كتير. دلوقتي كل اللي عليك ان انت تستنى اول محاضره ان شاء الله هتنزل يوم السبت 22/8 الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. اخر حاجه مطلوب منك ان انت تحط لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر ان شاء الله اوصلك اشعار باي حاجه تنزل جديده ان شاء الله، سواء فيديوهات او سواء بوستات. وبس كده، ما تنسوش صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اشوفكم على خير. سلام.